بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيت اعمل الفيديو دوت لان لاحظت ان في ناس كتيرة بتحاول ان هي تشتغل من خلال الجروب ومش عارفة تشتغل. بتحاول تسوق المنتج بتاعها والدخل المادي ضعيف. وتقريبا في ناس كتيرة بطلت تشتغل او بطلت تسوق، وفي ناس كتيرة بطلت ان هي تشتغل شغل حر. في ناس بتحاول ان هي تزود دخلها من خلال الشغل الحر ومش عارفة. آم، انا طبعا مش هكلمكم في الفيديو ده هتشتغلوا ايه ولا الكلام ده كله، انتوا كل واحد طبعا عارف هو شاطر في ايه وممكن يشتغل فيه. تمام. لا، انا هكلمك في اهم نقطة للمنتج بتاعك، وهي نقطة التسويق. انت عشان تكسب لازم تكون عارف تسوق المنتج بتاعك الاول. لو عندك منتج ومش عارف تسوقه، مش هتعرف تسوق المنتج، مش هتعرف تبيع. لازم تكون دارس التسويق. طيب ايه فايدة ان انا اكلمك عن التسويق؟ اولا هو التسويق عشان اكلمك عنه يعني محتاج 4 5 فيديوهات، مش محتاج فيديو واحد. بس انا هكلمك شوية حاجات مختصرة ممكن تديك فكرة ان انت ممكن تعمل ايه. جميل. انت دلوقتي عندك منتج وعاوز تسوقه ومش عارف تسوقه، ما طبيعي انك لازم ما تعرفش تسوقه، لان في اخطاء احنا بنقع فيها ما بنحسش بيها. التسويق لازم دراسة. دارس التسويق، تمام، يقدر يسوق يقدر يبيع المنتج ل7 اشخاص من كل 10. الغير دارس التسويق هيبيع ل3 اشخاص من كل 10. الفرق كام؟ فرق كبير. تمام. دارس التسويق بيعرف ازاي يسوق المنتج بتاعه. الاول عشان بس نتكلم عن التسويق، احنا عارفين ان التسويق اصلا فائدته كلها ان انا اعمل عملية جذب للعملاء. تمام. ان انا اجذب العملاء للمنتج بتاعي واشدهم ليه بحيث ان هم يشتروا المنتج. تمام. وده من خلال ان انا طبعا بكون عامل مجموعة مميزات في المنتج بتاعي اخليهم يسيبوا المنتج اللي بره، خصوصا لو انا بنافس منتجات تانية من نفس النوع. تمام. اشدهم، اعمل مميزات في المنتج عندي بحيث ان انا اشدهم عليا. تمام. يعني ايه المميزات اللي ممكن اعملها؟ في حاجات كتيرة قوي، بس ممكن مثلا على سبيل المثال نتكلم مثلا من ناحية الجودة أو كواليتي. تمام. لازم المنتج بتاعه يكون جودته عالية. تمام. عشان أقدر أشده لو أنا في منافس ليا. تمام. لازم أنا يكون جودة السلعة عندي أعلى من الجودة عنده. منها مثلا التميز. تمام. إن السلعة تكون مميزة، فيها حاجة جديدة، فيها ضايف فيها حاجة تشد العميل. تمام. أهم حاجة إن السلعة تكون مميزة. منها مثلا على سبيل المثال السعر. تمام. السعر دي حاجة مهمة. يعني أنا ما أعملش منتج أنا مثلا بيتباع بره بخمسة قروش. تمام. أنا أروح أعمل آه، منتج تاني بيتباع ب50 قرش، أكيد طبعا مش هيتباع. تمام. حتى مهما كان جودته عالية، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية اللي احنا بنمر بيها. تمام. فاحنا في مجموعة عوامل، طبعا احنا مش هنشرح الموضوع ده في الفيديو ده، يعني احنا هنشرح الكلام ده بعدين. تمام. مجموعة عوامل لازم بيتوقف عليها ازاي نقدر نسوق المنتج. تمام. طيب ايه الاخطاء اللي احنا ممكن بنقع فيها؟ هديكم امثله بسيطه. اول حاجه التركيز على فئه معينه. زي ايه مثلا؟ هديكم مثال. شركه مثلا بريل، اللي هو بتعمل اعلانات استرجل واشرب بريل والكلام ده كله. تمام. لما كلمة استرجل واشرب بريل، الشركة حددت ان المنتج بتاعها محدد لفئة معينة وهي فئة الشباب. تمام. تيجي انت تيجي البنات مش هتقرب من المنتج، لان اصلا المنتج موجه وبيخاطب فئة الشباب. ده خطأ تسويقي قاتل من شركة بريل. تمام. نيجي مثلا على سبيل المثال آم، محل مثلا ادوات تجميل ومش عارف كلام من ده، يعني ايه، بيبيع كريمات وحاجات حريمي وبتاع مش عارف ايه، بس في نفس الوقت بيبيع كريمات وشامبوهات رجالي وكلام من ده. تمام. لما اجي الاقي اسم المحل مثلا حريم السلطان مثلا، كمثال. انا كده كراجل لو عدى من قدام المكان وشاف الاسم، مش هياخد باله انه في حاجات ممكن تنفعه موجوده جوه المحل. هو شاف كلمه حريم السلطان فيفتكر ان الفئه المتوجه اليها فئه حريم السلطان اللي هو البنات. تمام. فمش هيخش المحل. ده خطأ تسويقي قاتل الاسم. تمام. يعني ان انا اوصف المنتج للرجاله او ان انا اغلط في الاسم، دي حاجه ممكن اقع فيها. تمام. في حاجات تانية كتير، زي مثلا ان انا مثلا اكون على سبيل المثال فاتح محل موبايلات واكتب العنوان بتاعي بجوار محل موبايلات تاني. ما ينفعش. ما ينفعش ان انا اكتب مثلا المحل بتاعي جنب محل تاني بيعمل نفس المنتج بتاعي. في حاجات تانية كتير.
بنقع فيها ان احنا ما بنعرفش نعمل الاعلان المميز. يعني على سبيل المثال، لو لاحظنا مثلا اعلان موبينيل اللي كان من سنتين فاتوا، كان عبارة عن اغنية جميلة جدا اتعملت. آه كانت اسمها اللهم صل على النبي. عشان لازم نكون مع بعض. تمام، حاجة زي كده. آه ما طريقة الاعلان بتاعت شركة موبينيل آه عملت جذب، عملت جذب. مثلا الاعلان بتاع مثلا ايه، اتصالات. يعني المواقف الكوميدية اللي تعملها اعلانات، اللي هي الاعلانات، في اعلانات مثلا اللي بتتكلم يعني، انت طريقة عملك للاعلان بتخليك تشد العميل ان هو يبص على الاعلان مرة واثنين وثلاثة ويقول الاعلان الله، الاعلان ده ظريف، الاعلان ده جميل، الاعلان ويبقى عنده الاستعداد ان هو يشوفه مرة واثنين وثلاثة. وممكن لو هو بيعمل حاجة في ايده يسيبها ويجري بسرعة على التلفزيون عشان يشوف الاعلان. طبعا انت مش بتعمل اعلان في التلفزيون، انا بتكلم على الاعلان بصفة عامة. تمام. فكرة ان انا اغرق السوق باعلاناتي. طيب انت بتقول يا عم احنا بنتكلم، احنا بنسوق على النت مش بنسوق على السوق. طيب سيبك من موضوع السوق دلوقتي. من خلال النت ببدأ اتوجه للقنوات اللي ممكن من خلالها اقدر اعلن عن المنتج بتاعي. ايه اللي انت بتقوله ده يا عم؟ مثال. انا مثلا منين؟ انا مثلا من القاهرة. ها، يبقى اول حاجة اركز على المستهلك بتاعي هيكون منين؟ هيكون من القاهرة. يبقى ابدا اركز على ان ادور على جروبات على الفيس واماكن على الفيس، تمام، وصفحات على الفيس مختصة بالقاهرة. تمام. انت يا عم طب ما انت كده هتحدد الجمهور. هحدد الجمهور، بس هو ده الجمهور اللي هيشتري مني. يعني انا لو مثلا واحد جه كلمني من طنطا، اسماعيلية، المنصورة، الزقازيق، ايا كان، ممكن يبقى صعب ان هو يشتري المنتج، لكن من القاهرة هيشتريه. يبقى انا ببدأ ادور على الفئة اللي فعلا هتحتاج المنتج وهتشتريه. تمام. رقم اتنين، ان انا اميز المنتج بتاعي للجمهور ده. انت الجمهور ده محتاج ايه؟ محتاج كذا، اميزه. جميل. رقم تلاتة، ما اقعش في الاخطاء اللي بيقع فيها غيري. يعني انزل السعر، آه ما اعملش عروض من اول مره. تمام. اعمل عروض على الكميات وما تنزلش. يعني ما اقولش سعر الكميه الا بعد ما الشخص يجي ويدفع عربون للكميه، ساعتها ساعه الاتفاق بتعمل العربون. في حاجات كتيره جدا. تمام. فدي من ضمن الاخطاء الكتيره اللي احنا بنقع فيها. الفيديو ده مجرد فكره. انا يعني بقول لك انت يعني عندك اخطاء تسويقيه كتير، فمحتاج انك تدرس التسويق. طب انت تدرسه ازاي؟ ما تقلقش، هنزل لك فيديو تاني وتالت ورابع، وهعمل لك موضوع تاني وتالت ورابع من خلاله انك تقدر تحقق دخل ليك. آه، يعني مش ده مش اول فيديو. طيب تعالوا نشوف بس احنا الاول قبل ما اخلص الفيديو. عاوز اقول لك على حاجه، ان انت عندك اصلا فرص الشغل في مصر محدوده جدا. زي يا اما وظيفه، تمام، يا اما هتشتغل تحت ايد حد، يا اما عمل حر. طيب كل حاجه ولها مميزاتها وعيوبها. يعني مفيش حاجه مميزه كامله ومفيش حاجه لها عيوب كامله. كل حاجه لها مميزاتها وعيوبها. وطبعا بما ان الوظائف شبه مقفوله، وبما ان كلامنا متوجه للي بيشتغلوا او شغل حر، تمام، احنا في الفيديوهات الجايه هنوجهكم لنقط الضعف عندكم في الشغل الحر. تمام. يعني لنقط الضعف عندكم في الشغل الحر، عشان تحاولوا ان انتوا تقدروا تشتغلوا وتقدروا ان انتوا تصلحوا الاخطاء اللي عندكم في الشغل الحر وتعرفوا تشتغلوا. لازم تعرف انك ممكن في يوم من الايام تكون حاجه. مش ممكن، انت لو عاوز فعلا هتكون حاجه. مفيش حاجه مستحيله على ربنا. دي رقم واحد. رقم اتنين، في كتير، مش هقولك مثلا بيل جيتس، مش هقولك مارك صاحب الفيسبوك، مش هقولك صاحب الواتساب، الهوت ميل. هقولك مثلا، مش هقولك على ناس جت معاهم بالحظ. تمام. بس هقولك ان في ناس كتيره فكرت، ولما فكرت ابدعت، ولما ابدعت اشتغلت، ودلوقتي قاعده مرتاحه وعندها الاماكن اللي مأجراها، تمام، اللي بتدخلها دخل شهري كل شهر، وهم قاعدين مرتاحين. انت ممكن تقدر تعمل كده؟ ممكن اقدر اعمل كده. اصل انت لو اكتفيت ان انت يعني الحد الاقصى لحلمك انك يا دوبك تدخل بس قوت يومك او الدخل اليومي، مش هتطلع، مش هتبقى حاجه. لكن لو انت بصيت ان انت انا في يوم من الايام هبقى غني، قولها. يعني غمض عينك كده وقولها 5 دقايق ورا بعض: انا غني، انا غني،
انا غني. وبعد كده والله الكلام ده تنمية بشرية، مش كوميديا ولا ضحك. هي الافلام عملتها على انها كوميديا وضحك، بس هي الكلام ده حقيقي، تنمية بشرية. قول انا غني 5 دقايق، هتلاقي نفسك ذاكرتك ابتدت تشتغل، ابتدت تبدأ افكار ازاي ابتدت تدور على المواهب اللي عندك، انا ممكن اشتغل في ايه. تمام. الكلام ده كله والله العظيم هيدفعك دفعة لقدام. اشوفكم في الفيديو الجاي. ولينك الجروب ان شاء الله هتلاقوه تحت الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.